السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا كده نسمع القصة ديت اللي ابنها دخل عليها الأوضة ولقاها مع شاب من سنه. شوف انت هتتعاطف معاها في الآخر ولا هتبقى عليها. اسمها منيرة وست جميلة عندها 55 سنة، تشوفها تقول عليها 40 سنة. بنشوف كده يعني بعض النساء لما بيكبروا وتبص تلاقيهم مهتمين بنفسهم جدا وتحس ان هي صغيرة غير سنها خالص، زي ما بنشوف كده الممثلات تبقى الواحدة من دول عندها 80 سنة وتشوفها تقول عندها 50 سنة. فدي كانت ست متيسرة الحال، كانت مهتمية بنفسها بعد ما ولادها الاتنين اتجوزوا. عندها ولد وبنت، الولد عنده 35 سنة وبنتها عندها 30 سنة. إذا كانت بتنزل نادي، بتنزل جيم، ترجع البيت تقعد على الموبايل، لغاية ما بدأت في يوم من الأيام تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي واتعرفت على شاب. الشاب دوت عنده 34 سنة، ده يبقى يعتبر كده أصغر من ابنها كمان بسنة. ولكن هما الاتنين ارتاحوا لبعض جدا، وهي بقت تعامله كأن ابنها وهو بقى يقول لها كمان يا ماما. الشاب ده اسمه محمود، هو كمان متيسر الحال ويمكن أكتر منها كمان. ففي يوم من الأيام عزمها على المزرعة عنده إنها تقضي معاه اليوم في أحد الأقاليم، يعني خدت بعضها وراحت له وقضت معاه اليوم كله هناك. في اليوم دوت هو قال لها أنا عايز أقولك على حاجة، اتفضل. قال لها أنا عايز أتجوزك. تتجوزني إزاي؟ أنت قد ابني، أنت عايز ابني يضحك عليا ولا ولادي يضحكوا عليا ولا يزعلوا مني؟ إيه اللي أنت بتقوله دوت؟ قال لها لا، أنا بحبك ومش قادر أستغنى عنك وأنت عارفة كده كويس قوي. بدأ الكلام يدخل دماغها وبدأت تفكر في الموضوع بعد ما روحت، وبدأ بعد كده إن هو يلح عليها ويقول لها تاني. وعزمها في يوم تاني عنده في المزرعة، وفي اليوم دوت حاول إن هو يقرب منها، ولكن هي هنا رفضت وقالت له لأ، كله إلا الحرام. على العموم أنا فكرت في اللي أنت قلت لي عليه وأنا موافقة، بس نتجوز عرفي ويكون في السر. أنا أجيلك هنا المزرعة أو أنت تجيلي البيت من غير ما ولادي يعرفوا. وحصل حقيقي والاتنين اتجوزوا عرفي عند محامي واتنين شهود وكل حاجة، وخلاص تمام مية مية. وبدأت تروح له المزرعة إذا كانت هتقضي معاه يوم ولا يومين، ونفس الكلام هو يروح لها البيت. ولكن هنا اللي حصل المفاجأة إن في يوم من الأيام ابنها راح لها البيت أو الشقة عندها. هو طبعا معتاد إن هو بيروح لها يعني يوم ويوم يطمن عليها، ولكن في اليوم دوت هو راح لها وخري بالليل. هي ما كانتش متوقعة إن حد يجي في الوقت دوت. هو كان هنا محمود جوزها كان معاها اللي هو الشاب اللي اتجوزته. وهنا ابنها لما دخل الشقة ما لقاش موجودة في الصالة، دخل أوضة النوم وهنا لقى أمه مع الشاب ده. هو طبعا ما يعرفش إن هو يبقى جوزها، هو شافها هنا في الوضع ده. هو اتصدم صدمة جامدة جدا وقال لها إيه ده؟ بدأ إن هو يزعق. الولد التاني شافه اللي هو محمود اللي اتجوزها، خاف طبعا. طبيعي ان هو لما شافه خاف، علشان خاطر هو يعني عارف ان الموضوع كله في السر، وان هو كده ممكن يبقى في رد فعل غير طبيعي. فالولد لما خاف هو حس ان الموضوع فيه غلط. فهنا قالت له لا، مفيش حاجة، احنا الاتنين متجوزين، ما تفهمش غلط. هنا ابنها طبعا اتضايق جدا وبدأ ان هو يزعق. كلم اخته في التليفون، تعالي بسرعة انا عايزك. في ايه؟ قال لها تعالي بس انا عايزك. خدت بعضها وراحت بسرعة. قال لها تعالي شوفي ايه اللي حصل. انا دخلت لقيت ماما مع الشاب دوت وهما الاتنين متجوزين، وهي ما قالت لناش. ما ينفعش اللي انت عملتيه. وطبعا زعلوا منها ولازم ان انت تسيبيه، وكلام الناس ومش كلام الناس والعيلة والناس هيقولوا عينا ايه. طبعا هي هنا مش عارفة تتصرف ازاي وهتعمل ايه، خايفة على زعل ولادها، وفي نفس الوقت هي بتحب الشاب اللي هي اتجوزته اللي هو محمود ده، لأنه هو شاب محترم وهي كمان بتحبه. يا ترى أنا دلوقتي أعمل إيه؟ أزعل عيالي مني ويقطعوني وأكمل مع محمود زي ما أنا، ولا أطلب من محمود إن هو يطلقني وخلاص ونفترق إحنا الاتنين برغم إن أنا بحبه وهو بيحبني؟ هي دلوقتي مش عارفة إن هي تتصرف إزاي. لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم جدا، أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.